بعد انتهاء الموسم الكارثي للوداد الرياضي في فترة البرناكي اللي بصمت على تخبط كبير في وضع النادي، تغيير مدربين، ميركاتو شتوي فقط لاستكمال الموسم بدون أي إضافة فنية للفريق بحجم الوداد الرياضي، الشيء اللي عجب تغيير كلي في النادي والتعجيل بتقديم الجموع العامة بعد ضغط جماهيري رهيب. والنتيجة انتخاب أيتمنى رئيس فرع كرة قدم بالنادي الأحمر. وأول قرارات أيتمنى استقدام مدرب كبير، وكان الاسم المستقدم رولاني موكوينا اللي حط الرحال بالنادي الأحمر، وكانت الموافقة على إشراف موكوينا بتدريب الفريق موسمين قابلة للتجديد. فيديو اليوم غنناقشوا الفكر التدريبي والأفكار الهجومية لموكوينا، ولأي مدى قادر يصنع فريق تنافسي على فريق كيعيش مرحلة تغيير الجلد، وكذلك التحديات اللي غيواجهها مع النادي الأحمر باعتبار هذه أول رحلة تدريبية لجنوب أفريقي خارج البلد، وكذلك ثاني تجربة تدريبية على رأس العارضة الفنية بعد فترة الصن داونز. موكوينا اشتغل قبل كمساعد مدرب في العارضة الفنية لجوزيف زينباور في الفترة ديالو مع أورلاندو بايرتس بجنوب أفريقيا، وتحصل من بعد على فرصة الترقي على رأس العارضة الفنية لصن داونز بعد استكمال دورات تكوينية بأوروبا، أهلاته بشكل كبير يكون مدرب عوض مساعد تقني. موكوينا من المدربين المتأثرين بأسلوب بيب غوارديولا في فكرة البناء من الخلف واعتماد الحارس كطرف ثالث في البناء، وهنا موكوينا غيكون عنده تحدي اللي هو تأهيل حراس نادي الوداد الرياضي في تمرير أفكاره على مستوى البناء من الخلف. كذلك فموكوينا غيعتمد في البيلد اب على استراتيجية البوكس ميدفيلد اللي كيعتمد فيها على لاعبي الأظهرة كضلع في تركيب هذا المربع، وهنا موكوينا غيلقى الجو المناسب لتمرير الأفكار التقنية اللي كيحمل باعتبار أن الوداد الرياضي وهذا الشيء متعارف عليه أن الفريق الأحمر كيكون قوي هجوميا مدى قوة الأجنحة في كل الأجيال اللي مرت بالنادي. والأكيد اللي غيساهم في تطور وتيسير مهمة تطوير الفريق هو مدى توفير الإدارة الفنية انتدابات بمستوى درجة أولى بموافقة وتأطير من موكوينا بجانب أنه مدرب بأفكار تدريبية عصرية واستراتيجية لعب متقدمة، إلا أنه عنده عيوب تقنية كتقيس الجانب الدفاعي. صحيح أنه قدر يطبق على الخصوم اللعب والاستحواذ، ولكن إلى جيت للصراحة هذا التقدم المفرط بالكرة كتكون عنده نتائج عكسية على خط الدفاع اللي في مراحل بزاف من الماتشات تحت إدارة موكوينا تعرض الفريق لأهداف عكسية، وهذا الشيء كيكون سبب العودة المتأخرة للكاري من أجل التغطية الدفاعية، حيث البلوك في أغلب الأحيان تيكون طالع بزاف. والأدنى للصواب هو الاشتغال على هذا الجانب والتركيز على التركة الفنية للمدرب السابق من عسكر اللي قام فترة كبيرة من الموسم بعمل كبير رفقة الوداد فترة المتوترة للنادي، والعمل على هذا الجانب غيوفر الحيز الكبير للمكونة في التركيز فقط على تطبيق فلسفة لعب هجومية دون المساس بهوية الوداد الدفاعية. نتمنى مسار موفق للمكونة ونشوفوا بيئة عمل كتليق بقيمة وحجم الوداد الرياضي تحت الإدارة الجديدة لأيتمنى، والعودة كذلك لوداد الألقاب. كان هذا فيديو لمناقشة الوافد الجديد للقلعة الحمراء رولاني موكوينا. كيهمني بزاف رأيك في المدرب الجديد، ما تنساوش تناقشونا في كومنتيرات، لايك وبارطاج، وشكرا على المشاهدة، نشوفكم في الحلقة الماجية.